الأستاذ هاني حتحوت كالعادة وأسئلته اللي ملهاش علاقة بالكورة نهائيا. هاني حتحوت بيسأل بيقول لك هل يرحل كولر؟ الله الحمامة دي ربنا يخليك. أو هل اقترب رحيل مارسيل كولر؟ انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ليه ما سألتش السؤال ده للمدربين التانيين؟ مدربين الدوري المصري، مدربين الزمالك، مدربين الاسماعيلي، مدربين الانديه الاخرى، مش هقول لك اهلي بس. ليه الاسئله دي بتطرح دايما على مدربين النادي الاهلي؟ ليه الاسئله دي؟ هل مارسيل كولر ينزل يجيب جون؟ طب هو مارسيل كولر ينزل يجيب جون؟ طيب بعيد عن كل ده، الاداء امبارح كان وحش قوي كده، كان سلبي قوي كده، او كان اداء النادي الاهلي كان وحش لدرجه ان انت تقول هل يرحل كولر؟ وبعدين في حاجه، في ماتشات احنا بنحتاج منها الفوز بس، ومش لدرجه ان النادي الاهلي سيء قوي كده عشان خاطر تقول هل يرحل كولر. للدرجه دي الاستهداف للنادي الاهلي والمارسيل كولر وصل للدرجه دي، وصل للمرحله دي للدرجه دي. هو انتوا ايه اللي في دماغكم من ناحيه النادي الاهلي بس؟ طب ما ياما الزمالك كان وحش، وياما الزمالك كان اداؤه وحش، خسر من انبي ومن زد مباراتين ورا بعض ومحدش فيكم طلع يتكلم. ده الزمالك بيمر بازمه وطبيعي انه يخسر، لكن النادي الاهلي لو خسر الماتشين ورا بعض الدنيا هتتقلب عليها منكم انتوا شخصيا. اوجه رساله لكل الاهلاويه قلتها من سنه بالظبط، قلتها اول ما مارسيل كولر دخل النادي الاهلي. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا فضلا وليس امرا دعمني باللايك عشان خاطر الحلقه توصل لكل الناس، واشترك في القناه لو مش مشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وجهت رساله السنه اللي فاتت اول ما النادي الاهلي متعاقد مع مارسيل كولر وشفنا مسيرته، برغم ان هو كان قاعد في البيت، والناس دي برضو الاعلاميين دي قالوا ازاي النادي الاهلي بيجيب واحد قاعد في البيت بقاله 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين. هم دول برضو اللي اتكلموا، وهم دول اللي قالوا، وهم دول اللي اشادوا بيه السنه اللي فاتت. هم دول اللي اشادوا بيه السنه اللي فاتت واتكلموا على مارسيل كولر وعلى اداء النادي الاهلي وتطور النادي الاهلي. دلوقتي بيقول لك هل يرحل كولر؟ بيسالوا الناس هل يرحل كولر او هل اقترب رحيل كولر؟ هو ليه المدربين التانيين انتوا مش بتجيبوا سيرتهم؟ ولا عشان خاطر النادي الاهلي عنده سياسه ومبدا ان انا ما اردش على حد واحترم اي حد سواء بينتقدني او بيتكلم في حقي او بيتكلم ليا انا شخصيا، سواء كده ليا او عليا احترمه وما اردش عليه؟ ولا عند اللي بيرد ما تقدروش تسالوا ولا تقدروا تتكلموا؟ وجهت رساله السنه اللي فاتت قلت بلاش نتجرأ للاعلام، وجهت رساله السنه اللي فاتت قلت بلاش نتجرأ للاعلام ونصدق الاعلام في حاجه، وبلاش نمشي وراهم في اي حاجه تخص النادي الاهلي. ده اللاعب ده سيء نقول عليه سيء، ده اللاعب ده يمشي نقول عليه يمشي، ده المدرب ده مش قد كده نقول كولر يرحل، نقول مش اي حاجه. هم بيحاولوا يصدروها لينا عشان خاطر احنا نسمع الكلام ونقول فعلا يمشي، فعلا النادي الاهلي وحش، فعلا النادي الاهلي سيء، فعلا النادي الاهلي ما اعرفش ايه، لازم يصدروا كل حاجه. طيب ليه كل حاجه تخص النادي الاهلي؟ هقول لك على حاجه واحده بس. فاكر مشكله كهربا لما قال مع الجماهير ما اعرفش ايه صح والكلام ده مش عارف ايه صح؟ طلعوا ما اتكلموش على دونجا وعلى زيزو وعلى الفعل اللي دونجا عمله مع زيزو مع المسلوسي، وقالوا ده احتفال عادي وبيحصل في الدوريات الاوروبيه. يعني كهربا اللي هو بيعمله ده برضه ما بيحصلش في الدوريات الاوروبيه، ولو بيحصل ايه المشكله يعني هل ده اللي كل الناس في مصر كلها اتفرجت عليه وفي بنات وستات اتفرجوا عليه عندكم بيحصل عادي في اوروبا واحتفال عادي، وعند كهربا لا؟ حسن المستكاوي من اسبوع مع ابراهيم فايق، او الاستاذ حسن المستكاوي، اسف من كلمه حسن المستكاوي، الاستاذ حسن المستكاوي بيقول له قيم اللعيبه. جاء محمد عواد قال له 8 من 10. قال له ليه؟ قال له اصل كان في كوره اتشاطت عليه جت في العرض من فرقه ابو سليم، لكن محمد عواد كان هيجيبها. طب والشناوي 8 من 10 برضه ليه؟ اصل صد انفرادين سهلين، يعني انفرادين يتصدوا. هو في انفراد سهل؟ فمش عايزين
نتجرأ للاعلام ونمشي ورا الاعلام ونصدر المشهد للعيبه. هنروح بقى لرضا عبد العال كالعاده، عامل قناه على اليوتيوب، اقسم بالله لسه متفرج عليها على الحلقه بتاعته النهارده. بيقول لك ايه؟ بدايه الحلقه بيقول لك هو كولر عايز مننا ايه؟ انت مين بجد؟ انت فسا، انت يالا شعر باط ملوش لازمه. هو انت مين اصلا عشان خاطر يعوز منك ولا ما يعوزش منك؟ انت مين عشان يعوز منك ولا ما يعوزش منك؟ وبعيد عن انت مين او مش انت مين، انت كنت احسن لاعب في مصر، انت لعبت اهلي وزمالك، انت كنت من افضل لعيبه في مصر واحسن لعيبه وافضلهم، لكن عايز مننا ايه؟ هو إيه؟ انت عايز تقنعني انك بتحب الاهلي مثلا، او عايز تقنعني انك بتخاف على الاهلي، ولا انت لما بتيجي في البرامج او بتطلع تتكلم اخدوا عليك ان انت بقى الراجل الجريء، الراجل اللي هو حر، الراجل اللي ما بيشغلوش حد، الراجل اللي بيتكلم عن اي حد. Why are you crying? والراجل اللي بيقول اي حاجه وما بيخافش. الاعلاميين وصلوا لك الفكره دي ان انت تطلع تقول هو عايز مننا ايه يا عم، ده بيقول وبيعيد وبيعمل وبتتكلم اصلا بدون وعي. Why are you crying? وبتقول اي حاجه عنك، ولا حد عاجبك ولا حد بيعجبك. انت نفسك مش عاجب نفسك. انت نفسك مش عاجب نفسك عشان خاطر تطلع تقول كولر عايز مننا ايه. قلت الشوط الاول سيء، النادي الاهلي سيء، والشوط الثاني طبيعي النادي الاهلي يعمل كده. هو انت عايز تغلطه وخلاص؟ هو انت عايز تقول اي حاجه وخلاص؟ هو انت عايز، انا مش هقول حضرتك عايز، لا انت عايز تغلطه وخلاص؟ اهم حاجه تصدر المشهد للنادي الاهلي بس. طب يعني ما اتكلمتش عن اي مدرب تاني غير هو مارسيل كولر، ما اتكلمش غير على مارسيل كولر. وبعدين المفروض يعني يا احسن لاعب في مصر، يا اللي عايش على الصيت ده والكلمه دي، وحقك طبعا تعيش على الصيت ده والكلمه دي. انت نفسك كنت مدرب في طنطا، شفت انت كنت بتعمل ايه؟ هو في مدرب، لو هتتكلم بقى على مارسيل كولر، في مدرب يقول يا لهوي ويعمل كده ويلطم على وشه؟ هو في مدرب يقول يا لهوي تاني ومش عارف ايه؟ هو في مدرب يجي قدام الشاشه يروح معلق الكمامه ومش عارف ايه عشان يضحك الناس عليه؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ابعدوا عن النادي الاهلي شويه وما تركزوش مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما بيقعش، ولو وقع وقعته مش بتطول، زي ما بيقول لك كده يمرض ولا يموت. والنادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي بكلامكم، من غير كلامكم هيفضل النادي الاهلي. وانتوا شخصيا عارفين ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل لكم صيت لما تتكلموا عليه. تمام؟ بس هو ده كان موضوعنا النهارده. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك، واتمنى تكون دعمتني باللايك، ولو مش مشترك اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. سلام عليكم.